اليوم الجامعة الملكية دايرة اجتماع خصوص قضية ديال الناخب الوطني، واش وليد مازال ولا غيكون مدرب جديد. كما كنعرفوا وليد الركراكي راه كاين في العاصمة الفرنسية، كلشي كيهضر على وليد الركراكي بلي انه صافي سال المهام ديالو. خرجت الصحيفة الاسبانية الماركا كتقول بلي انه مسألة وقت صافي، وليد ما بقاش مع المنتخب، قريب غادي يعلنوا على المدرب جديد. وطارق السكيتيوي عنده خلافات مع الجامعة، يعني اللي قريب ومحمد وهبي، يعني كلشي ولا كيهضر على وهبي بلي انه هو الافضل للمنتخب الوطني، حيت هو ديجا ربح كاس العالم للشباب. يعني غادي نشوفوا دماء جديده، واللي بينات بلي ان وليد الركراكي ما بقاش مع المنتخب. شفنا مؤخرا رومان سيس اعلن على الاعتزال ديالو، واليوم في الاجتماع ديال الجامعه غادي نعرفوا الحقيقه. انا كنفضل ما نجيبوش شي مدرب اجنبي، حيت بزاف كيهضروا على انيستا وتشافي. كنتمنى يكون اطار وطني، وكنتمنى محمد وهبي من الاحسن باش نشوفوا دوك الشباب اللي داو كاس العالم في شيلي، بحال معمة، بحال الزبيري، بحال باعوف. مهم بزاف ديال الدراري اللي غادي نخدموا عليهم لكاس العالم 2030، وغنتسناو الجامعه شنو غتقول في هادشي. في نظركم الاخوان، شكون بغيتو يكون مدرب ديال المنتخب الوطني؟